بس اقول الشعر النبطي. فاحنا قاعد نتكلم على الشاعره ومصرين لان بدايتها يعني هي الشاعره الغنائيه دلال المقهوي. هلا وسهلا فيك وحياك ان شاء الله استاذ دلال. يا هلا وغلا، مساء الورد، وشكرا على هالمقدمه الحلوه انك عرفت الناس اني اتجهت من الشعر الغنائي للنبطي. وسعيده اني ما صرت محصوره يعني في نوع شعر معين، والقادم اجمل ان شاء الله باذن الله. يعطيك العافيه ولا وسهلا فيك. شنو سبب هالتحول من الشعر الغنائي الى النبطي؟ أنا دائما كنت أذكر أني كتبت على سجيتي من غير لا أتجه لأي بحر شعري معين، ومع السنين اكتشفت أني عاشقة بالدرجة الأولى لمجال الشعر الغنائي وسعيت من خلاله. تركيزي كان على الشعر الغنائي وأني أوصل مفرداتي من خلال الفنانين. مهرجان الشارقة للشعر النبطي تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي قدموا لي دعوة أني أتواجد في مهرجان الشارقة للشعر النبطي. كنت متخوفة كوني شاعرة غنائية، ولكن قالوا لي نبيج حتى لو أنتي شاعرة غنائية قدمي الأمور النبطية البسيطة اللي عندك. والنبطي لازم يكون موزون. صحيح. أو كل الشعر لازم يكون موزون حتى لو كان غنائي وتفعيله، بس النبطي لازم يكون في قافية معينة.